السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال يا رب. الفيديو ده يا جماعه بيسجل فيه المنصوره، يعني المنظر الحلو ده، الفيديو الحلو ده عند اختي في المنصوره. احنا دلوقتي في المنصوره يا جماعه، بايتين عندها. ده في الفيديو، يعني انا حاليا في شقتي لكن الفيديو ده كان في المنصوره. كنا بايتين عند اختي وحبيت ان انا اصور لكم الفيو بالليل. فاحنا بايتين كده يا جماعه، ولاد اختي قالوا لي ايه، عايزين ناكل من ايدك يا خالته رز بلبن. ازعل عيال يعني يا اولاد؟ ما زعلتهمش، رحنا ايه، قلت لهم خلاص هاتوا لبن. بعتنا بقى جبنا اللبن. بعت بقى جبت اللبن للعيال. طبعا يا اولاد يعني عارفين طلبات ولاد اختي اوامر، دول قلبي. فزي ما انتم شايفين بقى، المطبخ كان في حاله لا يرثى لها. المطبخ كان عاوز يتروق، والبوتاجاز كان عايز يتغسل. فانا حطيت الرز مع الميه عبال ما اروق المطبخ واغسل وعن يكون ايه استوى. بعد كده اغسل بقى ايه البوتاجاز. فانا غسلت البوتاجاز زي ما انتم شايفين بقى، وهعمل عليه ايه الرز باللبن كده على نظافه. شايفين الرز ده عامل ازاي؟ هريسه. آه، الرز طبعا كان استوى. والرز خلاص كده زي ما انتم شايفين استوى معانا. جبت بقى ايه، جبت اللبن يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، وحطيته ايه على الرز زي ما انتم شايفين برضو. وجبت وسبتهم بقى يغلوا مع بعض كويس جدا. وحطيت السكر معاه. انتوا عارفين ان انا اصلا بحب احط السكر مع الرز من الاول خالص، من اول خطوه. الرز من اول خطوه السكر مع الرز من اول خطوه بيخلي طعم الرز جميل قوي في اللبن. بيخليه مسكر زياده عن اللزوم، بيخلي طعمه حلو. فدي خطوه انا ما عملتهاش، نسيتها اصلا. بعد كده بقى ايه، جبت السكر زي ما انتم شايفين. وبعد كده جبت لا مش 3 معالق، 4 معالق نشا. بالظبط 4 معالق. كيلو اللبن يا جماعه بياخد 4 معالق نشا مع رز بلبن. جبت 4 معالق نشا وقلبتهم زي ما انتم شايفين كده. واستنيت لما اللبن قعد يغلي كتير. كنت هو غلى كتير قوي وانا وطيت عليه بصراحه. خفت بقى ايه ان هو يفور وانا بعمل النشا. بعد كده بصوا الجو حر قوي، وانا مشغل مروحه. معرفش بقى صوتها طالع ولا لا، انا عماله اقفل واسمع مش سامعه صوت مروحه. المهم يا جماعه ايه، بعد كده بقى ايه، جبت شويه فانيليا حلوين كده. وايه وحطيتهم. واستنيت لما الرز باللبن والفانيليا غليوا مع بعض 5 6 غلوات كده. وقمت رايحه ايه، وقمنا بقى ايه صبين الرز باللبن. طبعا ابن حبيب قلبي هو اللي ايه اللي كان معايا. ولا صبنا يا ماما؟ قلت له صب يا حبيب، ما حبيتش ازعله. هو بقى صب الكاسات، يعني صب اول كاس كده معاكم، انا بقى اللي كملت بقيه الكاسات. وبعد ما خلصتها عملت ايه، قمت جايبه زبيب على شويه اطباق كده، على شويه كاسات وفي شويه كاسات ايه ما عليها الزبيب. حسب بقى الرغبه، اللي عايز ياكل ده ياكل، اللي عايز ياكل ده ايه ياكل. احنا يا جماعه بنرضي جميع الاذواق. المهم هنا بقول لكم بقى الحله. انتوا عارفين انتوا الحله دي، حد بيحب الحله زيي؟ بموت انا في الحله. احب اكل الحله قوي. زي ما انتوا شايفين بقى كده اسمه ايه ده، رز بلبن خلص. وعملت بقى، حبيت اديه منظر حلو كده. المهم يا جماعه خلاص، احنا كنا ايه، كنا بالليل. انا كنت عند اختي. يعني احنا بنروح انا ومحمد يوم الخميس بنبات، وبنيجي يوم الجمعه بالليل. فكان الليله يعني الرز بلبن ده انا عملته بقى يوم الخميس واحنا بايتين. فتاني يوم بقى الصبح كان ده ايه، كان يوم الجمعه. كان اول يوم في السيزون الجديد للدوري، يعني مش الدوري، في التمرين بتاع محمد. اليوم ده كان اول يوم نبدأ فيه تمرين. خلاص الدوري بقى خلص. الدوري كان خلص وكان فيه اجازة. وكان الفرق كلها مريحة، كبير وصغير، ناشئين، الكبار، مش عارفة ايه. فخلاص ده كان اول تجميع لينا بعد ايه، بعد نهاية السيزون. ده يعتبر بقى ايه، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مع بداية السيزون الجديد اللي هو 25 26. هنا بقى محمدين زي ما انتم شايفين بيلبس الفوتبول. ودي صاحبتي حبيبه قلبي ما تحرمش مني كمروه. قال لها يا بنتي صوري، امسكي التليفون وانا هصور محمد. قالت لي لا، امسكي التليفون وانا هربط انا لمحمد الفوتبول. والله ما رضيت ابدا. قالت لي ده ابني. وربنا يحفظ ولادها يا رب، ويحفظ ولادنا جميعا. بصوا احنا كنا رايحين الساعه 1:30. وفي عز الحر خدنا الشمس كلها على دماغنا. و... وجينا الساعة 5:30. يعني بصوا بقى الفترة دي كلها في الحر، كان الجو صعب قوي طبعا. يعني شهر 7 و8 كمان جاي و9، فاحنا يعني هنتشوي بقى بعد كده، هنبقى عاملين زي السمك. المهم انا بقى اللي مزعلني في الموضوع هنا ايه، ان احنا طبعا كنا بنتمرن في الاستاد بتاع المنصورة. فالكابتن غير النظام، خلانا ايه، رحنا في مكان تاني. فمكان بقى طبعا بنركب له مواصلة وبعيد وشمس وقرف، فاهمين؟ فده بس كان مضايقني. وكمان الفرق بتاعتنا ما كانتش اكتملت، لا الكبير كان اكتمل ولا الفريق بتاع ابني كان اكتمل.
فالناس كانت متضايقه من بعد المكان، فما اعرفش احنا هنوصل لفين. فالله يخليك يا كابتن لو سامعني والنبي رجعنا الاستاد تاني. المهم هنا بقى ايه، كانت التقسيمه بدات، ومحمد ابني كان عامل فيها الكابتن بتاعهم كده وماسكهم عمال ايه يشرح لهم الوضع. وطبعا التقسيمه بقى اللي كان فيها محمد، هما اللي كسبوا 6. كسبوا الفريق التاني اللي كان قصادهم ده 6. محمد ابني جاب جونين. المهم كده يا جماعه ايه، زي ما انتم شايفين بقى بقولكوا ابني جاب جونين. المهم كده خلاص كان التمرين بتاعنا خلص بتاع، يعني هو كده الناشئين خلصوا وبرضه الكبير كانوا خلصوا، لان خلاص يعني 5:30 يا جماعة، الناس كانت خلاص استوت من الحر. خلاص كده احنا رايحين بقى خارجين، انا ومروة هو انا وصاحبتي خارجين، وكان في تلاجة بره كده فيها شوية مية. فرحت قوي في مية، خلاص احنا عطشانين هنموت من العطش، اتاري المية سخنة نار في التلاجة اللي جوه اللي جوه النادي دي. ده نادي مش استاد على فكرة، يعني هو كده بس. خرجنا بقى. محمد ابني طبعا بيقلع الفوتبول طبعا طلع ضيق على رجله لانه بقاله كام شهر ما لبسوش، ورجله من ورا اتعورت، والله العظيم كان صعبان عليا قوي. هنا بقى ايه طريق العوده بقى، هنا المنصوره نفسها يا جماعه، هنا عند المحافظه كده. حبيت اوريكم ايه للناس اللي ما تعرفش المنصوره، حبيت اوريكم ايه مقتطفات كده من الطريق، اوريكم مقتطفات من المنصوره. هنا عند المحافظه، هنا كده محافظه دقهليه اهي قدامكم اهي. وهنا بقى ايه التعداد السكاني بتاعنا بس مش باين. هنا بقى خلاص كده خلاص كده احنا عند المحافظة بالظبط، ادي المحافظة، وطلعنا بقى كده ايه طلعنا على البحر. طلعنا بقى على البحر، شايفين الجمال. المنصورة اصلا جميلة. بصوا فعلا هي عروس الدلتا، وهي عروسة البحر الابيض المتوسط كمان، مش اسكندرية لا المنصورة. طبعا اسكندرية حاجة تانية، اسكندرية دي قمر. هنا بقى خلاص احنا ايه في الطريق ده، الكوبري اللي احنا هنعدي عليه انا ومحمد دلوقتي ده كوبري قطر. هننزل دلوقتي من العربية انا ومحمد اهو. وهعدي بقى انا ومين، انا وابني، عشان ايه عشان نروح لاختي. طبعا المنصورة وطلخة اللي بينهم انا اهو، منصورة وطلخة اللي بينهم الكوبري بس، يا اما ده الكوبري ده اللي هو كوبري القطر ده، يا اما الكوبري التاني اللي هو العادي يعني. انا صورت لكم الكوبري التاني قبل كده. هنا بقى خلاص اهو، احنا هنا ماشيين ايه، ماشيين على الكوبري. الجو كان نار، كانت الساعة 5:30، بس والله الجو كان نار نار. الجهة دي دايما في الصيف بمشي فيها علشان تبقى ظل. دي المنصورة يا جماعة، دي كده المنصورة اهي، ودي المشاية بتاعت المنصورة. محمد اهو. دي كده بقى هناك دي طلخة، يعني هما اتنين فرق ما بينهم بس الكوبري بس. وده البحر بقى، شوفوا الجمال. وانا صغيرة كنت فاكرة ان المنصورة وطلخة دول حاجة واحدة بس، فلما كبرت بقى عرفت ان هما ايه، ان هما بلدين. ده بقى زي ما انتم شايفين القطر جه واحنا ماشيين كده، فقلت اما اصور لكم برضو ايه القطر. بصوا يا جماعه، انا بحب يوم التمرين ده جدا، بفرح بيه قوي. بحب اتفرج على العيال، بحب اتفرج على كل حاجه، بس المشكله ان هو ايه بيبقى في عز الحر، فالتوقيت بس اللي بيضايقني والله. لكن ببقى مبسوطه بيه، وماتشات بقى كمان بتبقى في الشتاء بقى بتبقى حاجه تانية. كده بقى خلاص احنا وصلنا اهو. كده دي بقى طلخه، ودي المشايه بتاعت طلخه. دي كده طلخه اهي، ودي هناك كده المنصوره. طلخه برضو جميله على فكره. واحنا ماشيين برضو قطر تاني جه. ودي كده القهوة الأشهر في المنطقة دي، قهوة بابا رايس أهي. هنا بقى كنا وصلنا فين، كنا وصلنا عند أختي البيت أهو، بصوره لكم. محمد بقى داخل وأنا وراه. طلعنا بقى يا جماعة، لقينا الأكل محطوط، لا تتخيلوا سعادتي بقى. بصوا، ابني نايم على السلم، والله ده أول دور لسه. لقيت محمد فطسان ونايم على السلم. قلت له يلا محمد، ده احنا لسه في الأول، ده أختي في الخامس. خبطنا أهو والسمكة أهي. بصوا بقى يا جماعه، بقول لكم انا دخلت لقيت الاكل جاهز، مش مصدقه نفسي، بقول لاختي اخيرا مره من نفسي اجي الاقي الاكل جاهز مش انا اللي هطبخ. قعدت تضحك، بس برضه انا اللي كنت عامله، انا اللي عامله، اللي بقول لكم المحشي ده قلبي. انا اللي مجهزه كل حاجه، التقليه والورق وورق العنب مجهزاه، وسلق الكرنب، كل حاجه كل حاجه. هم حشوا بس واكلونا. المهم كده بقى خلاص كلنا وشربنا واتبسطنا، وكلنا كمان رز بلبن تاني يوم. وكده خلاص كان اليوم خلص. هو اليوم مش مليان حاجات كتيره، بس كان يوم حلو.
واحلى حاجه فيه ان انا ببات عند اختي. انا بص اليوم ما ببات عند اختي ده بيبقى اسعد يوم في حياتي. ربنا يخليها لي ويخليها لها ويخلي لي اخواتي التانيين، يخلينا كلنا على وش بعض يا رب، وما يحرمنا من بعض ابدا وما يحرمكوش من بعض، ويخلينا يعني ويخلي حبايبكم يا رب. انا اخواتي كلهم عندي نور عينيا، مفيش حد عندي احسن من حد، اخواتي كلهم نور عينيا، ربنا يحفظهم لي جميعا يا رب. وكده بقى الفيديو بتاعنا خلص يا جماعة، واشوفكم على خير في فيديو جديد، وتصبحوا على خير، واتمنى يعجبكم، وما تنسوش اللايك، ما تنسوش اللايك، ما تنسوش اللايك اللايك اللايك. واشوفكم على خير، يلا تصبحوا على خير، سلام، باي.